ينضم إلينا من كوفنتري عبر الهاتف رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. سيد عبد الرحمن، أولا كيف تبدو الأوضاع الميدانية حاليا في عفرين؟ نعم، الأوضاع الميدانية في عفرين، الأوضاع الإنسانية في عفرين، حقيقة الأمر الأوضاع الإنسانية في عفرين لا تقل سوءا عن الغوطة الشرقية، بل على العكس من ذلك. هناك في بعض المناطق هي تشابه الغوطة الشرقية وقد تزيد، لأن هناك انقطاع أو قطع من قبل القوات التركية للكهرباء والمياه عن عفرين منذ 48 ساعة وحتى اللحظة. وسط عفرين والقرى المجاورة لعفرين هي يوجد فيها نحو 1,000,000 نسمة من المدنيين الذين لا يستطيعون النزوح باتجاه حلب مناطق النظام، لأن قوات النظام تمنعهم من النزوح. وبذات الوقت القوات التركية تقوم بقصف الطريق الواصل ما بين عفرين وحلب، لذلك هناك مخاوف حقيقية على حياة المدنيين. وهنا نشاهد ما يجري في عفرين والقصف الذي كان على جنديرس لنحو 40 يوم من القصف كان على جنديرس حتى سيطرت عليها القوات التركية. ودعينا نقول بأن أيضا نشاهد في عفرين قضية تغيير ديموغرافي، قضية حقد لم نرى معها مثيل سابق عندما تأتي القوات التركية بمقاتلين من المعارضة السورية ويقولون بأنهم يحررون كفر جنة انتقاما للغوطة. ما علاقة عفرين في الغوطة لا نعلم، ولكن ما نعلمه أيضا بأن ما يجري في الغوطة هو مشابه لعفرين، لأن رجب طيب أردوغان وبشكل مؤكد وبشكل قطعي متفق مع روسيا لما يجري في الغوطة، لأن قوات النظام سحبت قواتها من حدود حلب إلى الغوطة. نعود إلى عفرين. اليوم في عفرين الوضع الإنساني إن لم تتدخل الأمم المتحدة بشكل جدي من أجل وقف القصف التركي على عفرين وأيضا على استهداف المدنيين في عفرين، سنكون بمجازر وكوارث إنسانية كبيرة، وخصوصا لأننا تفضلي. وزير الخارجية التركي يقول إن معركة عفرين ستحسم قبل شهر مايو أيار، هل تعتقد أن ذلك ممكن فعلا؟ إذا ما استمر صمت المجتمع الدولي عن عفرين مثل ما هو صامت عن الغوطة سوف تحسم معركة عفرين، لأن القتل مستمر بعفرين، التدمير مستمر بعفرين، والفصائل التي دخلت مع تركيا إلى عفرين. يعني أحدهم اليوم يقول بأننا سوف نرفع راية لا إله إلا الله في عفرين، ويقول بأننا سوف نرفع راية لا إله إلا الله في عفرين وكأن سكان عفرين من الكفار. وآخر يقوم بتلقيم رجل مسن يزيدي ويقول له ما هي عدد ركعات صلاة الفجر والمغرب والعشاء، وكأنه يريد أن يقول لهذا اليزيدي أنت كافر. وآخر يقول بأننا لجأنا للانتصار على الكفار. يعني هنا أردوغان لعب على الوتر العربي الكردي ونجح. نعم، جوش أوغلو يقول أيضا أنه بلاده ستشن حملة أخرى ضد مسلحي منظمة حزب العمال الكردستاني شمال العراق حتى قبل انتهاء عملية عفرين. هل يمكن فعلا لتركيا المغامرة بالدخول في عمليتين في نفس الوقت؟ طالما فلاديمير بوتين هو راضي عن تركيا سوف تقوم ما تقوم في القوات التركية، لكن أنا ما يعنيني داخل الأراضي السورية. لماذا تركيا لم تشن هجمات سابقا على تنظيم الدولة الإسلامية قبل عام 2015 عندما كان يسيطر على شريط حدودي 200 كيلومتر؟ تركيا هي التي أدخلت جهاديين إلى سوريا من أجل تقريب سوريا. تركيا لم تقتل الشعب السوري، تركيا قتلت الشعب السوري وشاركت بقتل الشعب السوري وتشارك اليوم مع فلاديمير بوتين. نعم، رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، شكرا لك.